أعوذ بالله، أعوذ من الشر الرجيم. يا نهار أسود. يا ماما العربية بتنزل ولا ايه؟ والله يا أحمد ما أعرف. اصبر اصبر تعالى نشوف. مش حد. يا نهار أسود. أعوذ بالله من الشر الرجيم. مش حد. مفيش حد في العربية. يا نهار أسود. أهو يا ابني الإزاز مش باين منه أي حاجة. يا نهار أسود. لا شكل العربية اتسكنت بسبب الشارع المسكون ده. يلا 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 بسرعة نمشي. ايه يا عم عادل؟ هي البنزين مش عايز يسقط في التانك ليه يا عم عادل؟ ده معقولة؟ الحته دي مقطوعه هنمشي ازاي؟ طب كده هتحضر. انا عمال اهز فيها اهو مش عايز البنزين. دور كده دخل الكربيراتير. طب يلا دور كده شوف يمكن تدور. ماشي هتدور. لا حول الله يا رب. استغفر الله العظيم، كل مره تعمليها فينا كده. عادل دارت ولا ايه؟ هنزق ولا ايه بالظبط؟ يلا يا احمد احنا نروح على البيت نروح نقول لبابا احنا شفنا ايه وحوار العربيه ده. يلا بسرعه يا مندو. ايه يا بنتي في ايه؟ الشارع الغريب ده ماله؟ في عربيه بتترعش كده لوحدها ما فيهاش حد. انا مش شايفه حجم العربيه ولا سامعه صوت. بقول لك ايه، التهيت اللي في دماغك دي مبوظاني خالص. يا بابا شفناها. انت متأكد يا ابني؟ أنا متأكد يا ابني. فين العربية دي؟ هنا هو. تعال نشوفها. تعال. فين بقى العربية؟ ايه ده؟ شفت بقى عشان تصدقني بنفسك يا مندو. تعالى يا ولا خليك كده يا جنبي. بنت اسمعيني، ده الموضوع غريب. ممكن فعلا يكون الشارع ده مسكون. ايوه انا قلت لك الشارع مسكون وفي حاجات غلط. انا عماله اشوفها بقالي بس انا يا عمي قاعد هنا اكتر من 25 سنة. قال مفيش أي حاجة. ما اعرفش انا مش عارف. مندو يا مندو. لا ده كده الموضوع زاد عن حده. احنا احلى حاجه نعملها ايه؟ نروح. لا 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 انا مش عارفه البيت ده تاني. لا بنت يا بنتي، احنا مالناش دعوه بالبيت، احنا دلوقتي في الشارع. لا يا اخويا انا خاف على نفسي انا والولد. ايه ده في ناس نزلت العربيه. بس هروح. استنى يا بنتي بقى، ده استنى الناس اصلا. استنى. تعالى خليك كده جنبي يا احمد. يا جماعه ركبتونا الرعب. الله استغفر الله العظيم. ايه يا باشمهندس؟ احنا كنا بنفكركم عفريت. عفريت ايه يا عم؟ عفريت الا بني ادم. عفريت ايه؟ العربيه عطلانه يا عم العربيه ما تتهز بقالها ساعه، قلنا في ايه؟ عمال عشان البنزين ينزل الاحتياطي في الخرطوم مش عايزه تدور. يا عم طب خبط طب على اي بيت من هنا يا عم ندور المكنه نجيب لك بنزين. اخبط الساعه 3 الفجر يعني اخبط على الناس. انت بتخترع كلامه بس يا استاذ. العربيه دي بيركبها بني ادمين مش عفريت هيركب عربيه. يعني انتوا برضه خليتوا الواحد برضه عقله مش فيه. من ايه مش فاهم. احنا قلنا في عفريت بيتنطط في العربيه بيجري هنا بيعمل يا عم عفريت ايه؟ عفريت ايه؟ ما الدنيا نور اهي والناس رايحه جايه في. حاول انت رايح فين يا استاذ؟ انا مروح. طب استاذنك، طيب يعني انت عندك مكنه؟ عندي مكنه. طب عايزين بنزين 92. خلاص ماشي تعالى شويه معايا. حتى بس يمشونا. طيب تعالى معايا. الله يبارك لك يا رب. تعالى يا عم معانا. يا باشمهندس انا مش عارفين نشكرك ازاي، يعني انت اديتنا بنزين وعملت لنا عشاء. والله فعلا هي المنطقه دي اسمها ايه؟ المنطقه دي اسمها الحاج كامل. والله شكلكم ناس كرم. شفت يا عم عادل الناس فيها خير فعلا مهما حصل في الدنيا. اكيد. الله يبارك لك يا طب رب. المهم طيب انا عايزكم تنزلوا طيب ومش الصبح. لا والله العظيم عشان احنا عندنا الساعه 6 الصبح شغل. يا جماعه الجو ليل واحساس اي حاجه في الطريق. لسه قدامنا طريق سفر طويل. شاكرين. خلاص يا جماعة. المشكله كده انت زي ما انت قلت بعد الملف الاخير بالظبط في بنزينه. بالظبط كده. ماشي يلا. شاكرين يا استاذ برضه على وجه الضيافه. شكرا. شاكرين جدا سلام. واسفين لحضرتك. يلا يا عم. ناس من الحلال بالله. خش يا بنت. خش. شفت ان بعد الظن اسم. ما انا برضه اترعبت يعني يا مندو. اترعبت ايه بس؟ ده انت ركبت لي الرعب. معلش لا حول ولا قوه الا بالله. اقعدي. بقول لك ايه، بعد كده ما تنفعش انت لوحدك خالص. حاضر. وبعدين انت يعني واخده يشيب النص ده معاك ليه؟ ايه ما كنا بنجيب طلبات. طب ده انا يحميك يعني؟ ايوه. حول ولا قوه الا بالله. ايوه ايه؟ كمان نخش عملنا اي حاجه ندفعها. حاضر. استغفر الله العظيم يا رب كل ذنب عظيم. وانت يا خليك كده يا راجل يا خليك كده يا راجل. ماشي يا بابا ايه؟ قول لي يا اما مفيش هنا عفريت، لو في عفريت فانا العفريت ولا ايه؟ يلا قوم عمك يلا قوم. شفت يا عم عادل الدنيا مهما كان ومهما الجو مقطوع ومهما كنا فين فعلا المصريين دول ولاد حلال. الخير هيفضل موجود طول العمر يا عم عادل. ده حقيقي. شفت الراجل اللي يعرفني
ولا نعرفه، ودخلنا بيته وعشانا وادانا بنزين. طب الراجل كان عايز كمان يبيتنا عنده. يعني الواحد بصراحه كان محرج، مش عارف يقول ايه يا عم عادل. يا ابن البلد دي مشهوره بحاجه واحده، الكرم والاخلاق واكرام الضيافه والجدعنه. والرجوله. الجدعنه اهم حاجه يا عم ده شيء. عادل. يقول لك المصريين دول جدعان. انا فعلا ما صدقتش الكلام ده الا بعد اللي حصل معايا ده. انا كنت خايف، قلت حد يطلع علينا وبحته مقطوعه زي دي والعربيه غاليه. يعني الحمد لله لك يا طول ما رب. ربنا موجود وطول ما الناس كويسين هتفضل الدنيا بخير الى يوم الدين. والله العظيم انا عارف يا عم عادل، ان شاء الله واحنا راجعين لازم نجيب هديه للناس دي ونعدي عليهم، عشان ده واجب. لا ده فرض علينا، ماشي. فرض علينا لازما. طالما اكلت لقمه بيت او شربت بق ميه واجب الزياره. عيش وملح خلاص، عيش وملح خلاص. ولا نعرف ولا يعرف. بقى منك وانت منه الناس بان لبعضيها. عليهم الناس غلابه وعلى قدهم يا عم عادل. شوف البيت عامل ازاي. تصدق يا علي، شفت في حياتي كتير وعمري اللي انا عشته ده كله دايما ما بتهونش الا على الانسان البسيط. الغلبان فعلا. ده الانسان حقيقة. البسيط ده ممكن يستلف عشان يقضي لك وجبه. عارف لو ناس معاها والله هتخاف تدخلك البيت عنده. ما مش كل الناس، ما هو ده يعني هيخاف على ايه؟ مش كل الناس، عشان ندي لكل واحد يلا حقه. عشان ما نتاخرش يا عم عادل. يلا يا حبيبي يلا. ربنا يستر. رايح فين انت واحده؟ رايحين نجيب شويه حاجات من على اول الشارع. تاني في ايه؟ طالع على الفجر تاني، كلب يقابلك، دب يقابلك، ياكلك. بقول لك ايه، انا مش ناقصك. خش جوه، خش جوه، الله يرضى عليك، انا مش ناقص. خدي تعالي هنا، تعالي. انا قلت لك ايه؟ انا مش قلت لك طلوع بالليل، لا. يا ماما ما حاجات شويه حاجات عشان بس حاجات نعمل ايه بقى؟ الفطار للولد وهو رايح المدرسه الصبح. تمام ماشي. ايوه. الحاجات دي ما جاتش ليه العصر؟ ما جاتش الظهر ليه؟ ما انا كنت نايمه. كنت نايمه ولا كنت قاعده على الواي فاي؟ كنت هو الواي فاي ده انا همسك السلك كله هقطعه. خلاص هو بقى اللي خارب الدنيا. خلاص. كل واحده جايه واقفه تمسك التليفون 24 ساعه كده 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 كده، تيجي بقى بعد ما تزهق خالص تطلع بره. خلاص احنا دقيقتين كلام على فكره واحنا على الباب، ما خلاص. طب ماشي، يلا خش جوه بعد اذنك. ومفيش طلوع تاني. خلاص. يلا سلام. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رب. يا تاخدها يا تاخدني. فعلا يا احمد ابوك كان عنده حق، احنا ما ينفعش ان احنا وقت زي ده ان احنا نطلع بره. خلينا ان احنا في بيتنا والصبح باذن الله نجيب اللي احنا عايزينه كله.